السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم جميعا. وصفتنا لليوم طلبتوها مني كثير، واليوم إن شاء الله بشرحها بالتفصيل. محشي الكرنب أو الملفوف على طريقتي، بطريقة سهلة ومفصلة، من بداية تجهيز الأوراق إلى الحشو والتسوية. فيديو شامل مفصل لطريقة عمل محشي الملفوف أو الكرنب مع طريقة سوس طعمه مرة لذيذ، كمان طريقته مرة سهلة. ولعمل محشي الملفوف يلا نبدأ بخطوات العمل. وعشان نسوي محشي الملفوف ضروري يكون معنا حبة ملفوف مورقة، يعني أوراقها خفيفة ومنفصلة عن بعض ومش مكتومة ولا صغيرة مرة. عندي هنا حبتين ملفوف حجم كبير، لأن القدر عندي كبير أخذت حبتين ملفوف كبير. وإذا عندكم القدر متوسط أو صغير خذوا حجم الملفوف على حسب قياس القدر تبعكم. وعشان يسهل معانا نزع أوراق الملفوف ضروري جدا نشيل جذع أو ساق الملفوف. بنمرر السكينة حول جذع الملفوف بشكل دائري وبنشيل الجذع بالكامل. وعشان نعرف إنه الملفوف مناسب جدا للمحشي يكون خفيف، وكمان لما نطرق عليه يطلع صوت صدى. وهنا بعد ما شلت جذع الملفوف أو ساق الملفوف بحتاج قدر فيه كمية من الماء المغلي. بحط على الماء المغلي ملعقة صغيرة كمون وربع ملعقة صغيرة كركم وملعقة كبيرة ملح. بحط الجهة يلي شلت منها الجذع بالأسفل عشان يطرى يسهل علينا نزع أوراق الملفوف. بنخلي حبة الملفوف مقلوبة على جذع الملفوف لمدة دقيقة كاملة، لأنه أكثر مكان قاسي في الملفوف وضروري يطرى عشان تنشال معانا الأوراق بكل سهولة. وبعد مرور دقيقة واحدة بنقلب الملفوف على الجهة الثانية، بيكون معنا الماء يغلي، وبعدين بنسحب الأوراق ورقة ورقة. بتنسحب معنا بكل سهولة، لكن لا تخلوا الأوراق تستوي زيادة حتى ما تتقطع معكم الأوراق. وبعد ما شلنا الأوراق بنخليها تبرد تماما قبل التقطيع. وبعد ما بردت الأوراق معانا تماما بننتقل لمرحلة التقطيع. بناخد كل ورقة على حدة وبنشيل الجزء الناشف يلي هو عرق الورقة الناشف، وبعدين بنلف الورقة رول وبنقسم الورقة إلى رولات على حسب حجم الورقة. ممكن نقسم الورقة رولين أو ثلاثة. إذا كانت كبيرة بتنقسم معاكم ل3 رولات، إذا كانت صغيرة رولين. وبعدين بنقسم كل رول إلى مربعات صغيرة بحسب حجم أصابع المحشي يلي بنسويها. ودي الورقة الثانية شلت العرق الناشف منها وبعدين قسمتها إلى رولات. وهنا بدي المرحلة ممكن نقطع بيدنا وما نستخدم السكين، ممكن تستخدموا أي طريقة تناسبكم. هنا بعد ما خلصت التقطيع بالكمية حصلت عليها من حبة كرنب كبيرة. طبعا أوراقها كانت كثيرة لذلك حصلت على كمية كبيرة من الأوراق. بعد حبات الملفوف تكون كبيرة لكن اللفات فيها صغيرة، لذلك ممكن نحتاج إلى حبة ملفوف ثانية. وممكن بذي المرحلة إذا نحب نفرزن الأوراق بنحط الأوراق في علب أو حافظات محكمة الإغلاق، وبنحط العلب أو الحافظات في المجمد. وبعدها بننتقل لتحضير تسبيكة المحشي أو تكشينة المحشي. بالنسبة للمحشي الملفوف يحب البصل، وكل ما كثرنا من كمية البصل كل ما كان طعمه أحلى. هنا أنا بشرت 3 حبات بصل متوسطة، بشر متوسط. وبعدها حطيت البصل على المقلاة وخليت البصل ينشف تماما من الماء، وبعدين حطيت حوالي ربع كوب من زيت الزيتون، حوالي ربع كوب
من زيت الزيتون، وكمان ملعقة كبيرة زبدة، وقلبت البصل على نار هادئة حتى ذبل البصل تماما، وبعدين حطيت ملعقة صغيرة ثوم مفروم وقلبت شوية. وبعدها أضفت 2 ملاعق كبيرة معجون الطماطم وملعقة صغيرة مليانة بابريكا حارة أو بابريكا حلوة. هنا مرحلة التقليب مهمة جدا على نار هادئة حتى تتسبك معنا الصلصة وتروح الحموضة تماما. بعد ما مرت 5 دقائق من تقليب الصلصة بنحط كوب ونصف إلى كوبين من الطماطم المعصورة. وهنا المرحلة أضفت ربع كوب من ماء البصل. بتقولوا من وين بنجيب ماء البصل؟ من مكونات خلطة المحشي بصلة كاملة بشرتها وخليتها تنزل كل الماء وبعدين أضفته للتكشينة. طبعا ماء البصل فيه شوية حلاوة يغنينا إنه نضيف سكر عشان حموضة الصلصة. وبعد ما أضفنا ماء البصل بنخلط تمام وبنخلي التكشينة تتسبك شوية، وبعدها بنضيف البهارات: ملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة كركم، ونصف ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق. وبعدين بنخلط تمام وبنخلي التكشينة تتسبك على نار هادئة لمدة 10 دقائق. وبعد ما مرت 10 دقائق صارت تكشينة المحشي جاهزة. بنطفي النار وبنخليها تبرد تماما قبل إضافة باقي المكونات. وهنا بعد ما بردت معي التكشينة أو التسبيكة تماما بحط عليها المكونات التالية. أولا باخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من الصلصة وبحطهم جانبا، وبعدين بضيف المكونات التالية. هنا معي 2 أكواب ونصف رز مصري متوسط الحبة. غسلت الرز تمام وبعدين حطيته على المصفاة حتى نشف تماما وبضيفه على التسبيكة. وبعدها بضيف الورقيات. عندي هنا الورقيات مغسولة تماما ومنشفة، بعدين فرمتهم بالسكين فرم ناعم. كمية الورقيات: حزمة كاملة بقدونس، وحزمة كاملة شبت، وحزمة كاملة كزبرة. طبعا الورقيات تعطي طعم مميز ولذيذ لمحشي الملفوف. وبعدها بحط بصلة كبيرة مبشورة ناعم، وطبعا دي البصلة يلي أخذت الماء منها وحطيته على التسبيكة سابقا. وعشان تصير معي الحشوة داخل أصابع الملفوف مفلفلة بحط ربع كوب من زيت الزيتون بيعطي طعم، وكمان فلفلة للحشوة. وبعدين حطيت رشة ملح عشان أوازن الطعم، وملعقة صغيرة كمون لأن محشي الملفوف يحب الكمون. وبعدين بخلط المكونات تمام وبنتقل لمرحلة حشو الأوراق اللي قطعتها معكم سابقا. باخد كل ورقة بفردها بيدي وبعدين بحط مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة. طبعا ما نكثر الحشوة حتى ما تخرج الحشوة من أصابع الملفوف أثناء التسوية. طبعا لما نحط الحشوة بنحطها بمنتصف الورقة، وأثناء التسوية بتتمدد للأطراف لكن ما بتخرج الحشوة لأنه من البداية حطيناها في الوسط وما فردنا الحشوة للأطراف، لأنه لو فردنا الحشوة للأطراف بتخرج الحشوة أثناء التسوية. وبنحشي كل الأوراق بنفس الطريقة. وهنا بعد ما خلصت حشو أوراق الملفوف بالكمية يلي سويتها من كل الأوراق، وبعدها بننتقل لرص أصابع الملفوف بالقدر. بسوي الطبقة الأولى كلها شرائح من البصل. طبعا إضافة شرائح البصل
بيعطي طعم مرة حلو لمحشي الملفوف. أثناء التسوية بيتكرمل البصل وبيعطي طعم رهيب لمحشي الملفوف، وكمان بيكون طبقة عازلة للملفوف، لأن أصابع الملفوف إذا نشف الماء تماما إما تنحرق شوية أو تلسع معكم. لذلك إضافة شرائح البصل بيعطي طعم، وكمان بيصير طبقة حماية لأصابع الملفوف. وبعد ما حطيت شرائح البصل بحط شوية من فصوص الثوم يلي قطعتها شرائح رفيعة. طبعا ممكن ما تضيفوا شرائح ثوم، وبالنهاية اختياركم حسب ذوقكم. وبعد ما أضفت شرائح الثوم بحط عيدان وأوراق الشبث والبقدونس والكزبرة، بيعطي أيضا طعم حلو لأصابع الملفوف. وبعدين ببدأ برص أصابع الملفوف. طبعا مهم جدا نرصها بالترتيب، وكمان نحاول إنه نرص لفة وبعدين نغطيها باللفة الثانية. وطريقة ترتيب الملفوف مثل ما هو موضح بالفيديو، ومهم جدا ما نخلي فراغات واسعة حتى ما تفتك معانا أصابع الملفوف. وبعدين تخرج الحشوة. وهنا بعد ما خلصت رص أصابع الملفوف في القدر، ومثل ما تلاحظوا كيف الترتيب متساوي وكمان مش مضغوط زيادة ولا في فراغات زيادة، حتى نترك مجال لمحشي الملفوف يستوي براحته. وبعد ما خلصنا من رص أصابع الملفوف بننتقل لتجهيز الشوربة يلي بنضيفها على المحشي. وطبعا الإضافات الموضحة بالفيديو بطريقتي الخاصة وليست على الطريقة المصرية. طبعا الإضافات يلي أضفتها بالنسبة لي أضافت لمحشي الملفوف طعم مرة حلو، لكن بالنسبة للمحشي المصري ما يضيفوا الإضافات يلي أضفتها. هنا أضفت على الصلصة يلي شلتها من التسبيكة 2 ملاعق كبيرة دبس الرمان، وملعقة صغيرة نعناع مجفف، ونصف ملعقة صغيرة كاري هندي، وربع ملعقة صغيرة قرفة. وبعدين أضفت مرقة لحم جاهزة عندي مسبقا، ممكن تحطوا مرقة دجاج أو ممكن مكعبين مرقة نحط عليهم 2 أكواب ماء مغلي، وبعدين نخلطهم تمام ونضيفهم على المحشي. لكن هنا أنا حطيت مرقة لحم جاهزة، حطيتها على الصلصة وبعدين خلطت تمام. وبعدين بحط المرقة على النار حتى تغلي، وبعدين بضيفها على المحشي، وبعدين بحط المرقة على المحشي. هنا استخدمت المصفاة حتى تكون معي المرقة صافية. وعندي إضافة الشوربة أو المرقة على المحشي، مهم جدا ما نغمر المحشي بالمرقة حتى ما تفتك معانا أصابع الملفوف. وبعدين تخرج الحشوة، وبعدين بنحط صحن بمنتصف المحشي عشان لما تغلي المرقة ما ترتفع أصابع المحشي لفوق وتنفك وتخرج الحشوة. هنا أنا أضفت كوبين من المرقة، والكوب الثالث بضيفه لاحقا بالتدريج أثناء التسوية حتى يستوي الملفوف براحته وما تنشف المرقة قبل ما يستوي المحشي. وهنا بعد ما حطيت الصحن على المحشي بخلي النار مرتفعة لمدة 5 دقائق حتى تنشف المرقة شوية، وبعدها بنقص النار وبخليها هادئة جدا، وبعدين بغطي القدر لمدة 10 دقائق. وبعد مرور ال10 دقائق بشيل الصحن، بخلي المحشي يستوي براحته مع إضافة الكوب الثالث من المرقة بالتدريج كما هو موضح. وقت استواء المحشي حوالي من ساعة وربع إلى ساعة ونصف حسب نوعية الملفوف يلي متوفر عندكم. وأثناء ما يستوي المحشي بننتقل لعمل صوص طعمه مرة حلو بنقدمه مع محشي الملفوف. طبعا تقديم الصوص على طريقتي الخاصة. هنا طحنت الثوم كامل، رشيت عليه شوية ملح وبعدين طحنته تمام. وبعدين بضيف نصف كوب زبادي و2 ملعقة كبيرة
جبنة سائلة، وملعقة كبيرة طحينة سائلة، وعصرة نصف ليمونة، وملعقة كبيرة شبت. وبعدين بخلط تمام، بضيف شوية ماء عشان نخفف القوام شوية، وشوية من الفلفل الأسود، وبنخلط تمام، وكده صار الصوص جاهز. وهنا بعد ما جهزت الصوص ضفت على المحشي آخر كمية من المرقة، أخلي المحشي كمان 10 دقائق، وكده صار المحشي جاهز. وكده صار محشي الملفوف جاهز، من ألذ الطرق يلي بتجربوها، ومن ألذ الأكلات العربية يلي جربتها. تحية كبيرة لأهلنا المصريين. هنا رجيت القدر، ومثل ما تلاحظوا كيف المحشي ولا خرج حبة رز، ما شاء الله مستوي تماما وطعمه مرة رهيب. جربوا الطريقة. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتم مفيد اليوم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. في أمان الله.